الكلام ما بتسمعش ليه؟ راحت الحزام اجري. الفيديو ده يا جماعه لكل اب وكل ام عايز يعرف تربيته لابنه هتبقى عامله ازاي، وعايز يعرف ابنه بعد ما يكبر هيبقى عامل ازاي. ابنك على حسب تربيتك ليه. لو تربيتك ليه ايجابيه هيطلع طبعا ايجابي وكويس جدا. تربيتك ليه سلبيه وزعيق وشخيط وضرب واهانات اكيد طبعا هيطلع ده بتاثير سلبي على الطفل وهيطلع بنتيجه عكسيه. فرجاء كل واحد عنده طفل يحاول يحتويه ويربيه تربيه ايجابيه. بتاعتي ولا لا راح للبابا. في ايه؟ عمالة تشتمني وتضربني. خدي هنا. نعم يا بابا. انا مش قايل لك 100 مره ما تشتموش ولا تضربيه؟ اه الكلام ما بتسمعش ليه؟ راحت الحزام اجري. انا انا مش قلنا 100 مره ما تزعقلوش ولا تشتمه؟ اه مش ده اصغر منك؟ اه وايش فاهم هو بيفهم ازاي هو ده؟ ايه اللي تندم؟ انا مش عايز. ماشي. المره الجايه انا هضربك بالجزمه. بتاعتي ولا لا راح اقول للبابا. في ايه يا حمد؟ عمالة تشتمني وتضربني. تعالى يا سيد. نعم يا بابا. بص يا حبيب بابا، احنا مش قلنا الصغير ما نقعدش نشتمه ولا نضربه اه ونفهمه بشويش مهما كان ده اخونا الصغير. نقول له ايه؟ نفهمه بالعقل ونكلمه بالراحه علشان هو ما يعرفش حاجه. ماشي يا حبيب بابا؟ ماشي. وتقولوا له ايه؟ انت اخويا وحبيبي، واللي اصغر مننا نعامله بالراحه وبشويش. ماشي. ماشي؟ يلا حبيب بابا هاتي بوسه. هات بوسه يا حمد. يلا روح الصالح.